وتركواز. قلت لك لا تفوتي. مرحبا، كيفكم؟ شو رايكم بالخلفيه الجديده؟ عجبتكم ولا لا؟ اوكي، طبعا متابعيني على الانستغرام فرح تعرفوا اني نزلت هاي الصوره وطلبت منكم تسالوني اسئله. اجاني فوق 4000 سؤال. واذا انت جديد على القناه لا تنسوا تكبسوا على زر السبسكرايب وتابعوني على الانستغرام، سناب شات والميوزك اللي عملته جديد اسمعي على الشاشه وبصندوق الوصف. قبل ما اجاوب على اي سؤال بدي اعرف عن حالي تعريف سريع. انا اسمي ساره، عمري 12 سنه، انا بالصف السابع او المتوسط او اول اعدادي. جنسيتي اردنيه الاصل من ماما وبابا. انا مسلمه، هوايتي هي السباحه اكثر شيء، بعدين بيجوا الرسم والتصوير والتمثيل وهدول الاشياء. لوني المفضل بنفسجي، اكوا وتركواز، الاورنج زهري. جديد صرت احب كمان الاخضر، ما ضل ولا لون الا ما بحبه. اول سؤال، انت بتحبي التمثيل؟ وكثير بحب التمثيل، لانه جد التمثيل من الاشياء اللي بحب امارسها وبتسلى وانا بعملها، وخصوصا التمثيل المضحك وتمثيل الدراما. ليش ما بتعملي فيديو نصائح للمدرسة؟ لأنه ما ضل ولا نصيحة إلا حطوها على اليوتيوب. كيف كانت حياتك قبل ما تصيري يوتيوبر؟ صراحة كانت حياتي قبل ما تصيري يوتيوبر أقل تعب وأقل مسؤولية، بس هلا صارت احلى. بتحسي حالك جد انت مسؤوله عن اشي كتير كبير، بالتصوير بالتعديل وكتب الافكار الجديده اللي مستحيل يعني ولو تحاولي قدر الامكان اني ما اقدر اقلد حدا بفكره الفيديو. مين اللي بيساعدك بالتصوير؟ اسمي لارا، بموت فيكي. كمان بموت فيكي يا لارا. انا بس بساعد حالي بالتصوير على عصايه اسمها ترايبود. هاي العصاي. اي امنيه في حياتك وحابه تتحقق؟ انا لما بحبك كتير، وانا بحبك موت يا لما. مره كانوا يسالوا بهيك زي نادي انه شو امنياتكم انتم، كل واحد حابه تتحقق، اشي يقوم، اشي يجي، اشي يطير. هدول انا بتمنى انه كل امنياتي اللي بتمناها تتحقق. كيف بتخلي كل اشي بحياتك سهل وبتنظمي وقتك؟ بتمنى تجاوبي على سؤالي. يعني بدي اعترف لكم اعتراف، انا اسوأ شخص بتنظيم الوقت. انا دائما الوقت مستحكمني. يعني بكون مقررة اصور فيديو، فجأة بتجيني طلعة. بكون مقررة اني اسافر الى مالديف، فجأة ماما بتحكي لي معزومين. مغنيين اجنبيين واكثر اغنيه تحبيها؟ جاستن بيبر وميغان ترينر، بجننوا جد هدول اغانيهم كثير حلوه. بحب كلوزر. So baby pull me closer in the backseat of the road that I know you can't afford back. وكنت دائما انتظر هاي الفقره واخيرا اجت. شو بتصوري فيديوهاتك؟ كاميرا او هاتف؟ اذكري انواعهم. انا بصور بالتليفون، دائما بصور بالتليفون، ولا عمري صورت فيديوهاتي بكاميرا. التليفونات اللي بستخدمهم ايفون 6 اس، ايفون 5، كثير فرق بيناتهم، بس انه ايفون 6 اس اوضح، فمشان هيك بحاول قدر الامكان اني استخدمه هو. كم لغه بتحكي؟ انا بحكي عربي، انجليزي، شوي تركي، يعني اوكي بقدر احكي تركي بس شوي، وفرنسي شوي. هل طال شعرك بسرعة بعد هذاك الموقف تبع لما اختك قصت لك شعرك؟ هلا انا كنت احكيكم بالفيديو بس نسيت، كاني القصة او الحلقة اللي حلقتني فيها شعري هي اللي نمت لي شعري، ولا كان شعري كان خفيف، بس انا هلا شعري يعني ما شاء الله. سارة، هل تعطين اهتمام للتعليقات السلبية او تتجاهلينها؟ التعليقات السلبية ولا بهزوا الرمش من رموشي. قد سلبية وممكن يجي لي حدا يحكي لي اني انا سامجة، اني انا خايسة، اني انا ما بعرف اعمل شيء. لا، 4 كلمات، طنش تعش تنتعش. شو أكتر فيديو عجبك بقناتك؟ أتمنى تقولي اسمي كامل فجر موسى. أهلا وسهلا فيكي فجر موسى. راح كل فيديوهاتي عاجبيني بالقناة وكلهم بتسلى فيهم لما أحضرهم، ولولا أنا ما بضحك فيهم كان هم مش بالقناة. هاي أعرف إنه ما رح يطلع سؤالي، ليش؟ استنوا شوي، ليش ما عندكم أمل كبير إنه ممكن سؤالكم ما يطلع؟ على فكرة عادي بيطلع، بس يمكن يطلع معي حظ. معك حظ. سؤال هو شو أكثر نوع الفيديوهات اللي بتتسلي وأنت بتعمليها؟ لو سمحتي اذكري اسمي ريناد، بحبك كثير. هات المضحكة اللي كثير مضحكة فيهم تمثيل، وبصير اوقع بركض، يعني بصير اضحك على حالي، بعمل حركات ما بشوفها انا على الكاميرا، بس اقوم بطلع على المراية انه شو عامله بشكلي انا. مرة كنت عاملة جدة بس ما نزلت هذا الفيديو، ما كان مضحك. شو أكثر موقف محرج تعرضت له بالمدرسة؟ شوفي أنا ما تعرضت لموقف محرج، هو محرج ومضحك بنفس الوقت. احنا ساحتنا المدرسة كثير كبيرة، نمشي فيها بيكون في سلات زبالة، هنكب الوسخ فيها. معي بنات، شلة بنات هيك ماشيين هيك، ماشي ريفيرس، اوكي يعني هم ماشيين هيك وانا ماشي هيك، وجهي مقابلهم وبرجع لورا، ما رح اوقع ابدا، ما رح اوقع. يحكوا احنا والله الا انا اخبط بالزبالة من ورا، لولا ما حدا مسكني كنت رح اوقع بالزبالة. بس صار يضحك علي لانه كنت بدي احكي والله لا. أنا أبيع سلايم، انشروا حسابي. هي تبيع سلايم، انشروا حسابها. ثبتك وقالت إنك خايسة
وشنو بتسوي؟ ارجوك تقولين اسمي رهف. اهلا رهف. اول اشي، واذا ثبت علي، مش انا واثقه من حالي اني انا بعمل اشي مش غلط منيح، مش انا واثقه من حالي اني انا مش خايسه، ليش انهز ويصير فيها انهيار عاطفي؟ ثاني اشي، بقرأ التعليق اللي بعد، بقرأ فيه انه سارة انتي بتجنني وحلوة وبنحبك كتير وبندعمك والفيديو تبعك بجنن. شو بدي احسن من هيك متابعين انا؟ شو بدي احسن من هيك متابعين انا؟ شو بدي؟ وبس خلص الفيديو اليوم. لا تنسوا تحطوا له لايك، شير، تشتركوا بالقناة اذا مش مشتركين. انا اسفة كتير للي ما طلع سؤاله وبحبكم كتير. باي.